سمعت فيديو على التيك توك شخص بيسخر من الناس اللي بتقولك مش شرط التعليم. طيب قبل ما تسخر، اولا في حاجة هما بيقولولك مش شرط التعليم. ليه يا منى؟ عشان رقم واحد، لو اتقفل قدامك يعني معرفتش تدخل المجال اللي انت نفسك تتخصص فيه مستقبلا، تعرف ان في عشرات الالاف تانية تقدر تتعلمها عن طريق الذكاء الاصطناعي. لو بحثت عن المعلومة وقعدت على المكتب ووعدت نفسك عن التشتت، هتكون توب صدقني في اي مجال من غير اي شهادة، من غير ما تدخل الجامعة حتى. طيب ودي حاجة تخلينا ما نسخرش منهم وما نقولش كلام وحش عليهم، لان مقصدهم اللي هم بيحاولوا يوصلوا لنا غير اللي احنا فهمناه منهم. احنا فهمنا انهم بيحاولوا يفشلوا الجيل ويقولوا لك ما تدخلش جامعة وكذا. اطلاقا اطلاقا، هم بيقولوا لك مش شرط جامعة عشان لو اتقفل الباب ده المجال اللي انت عاوزه ما دخلتوش ما تحبطش يا ابني، ما تحبطش وتقول بقى خلاص انا مش مذاكر انا فاشل انا الكلام الفاضي ده كله. لا، تقدر تنجح تكون توب من غير جامعة خالص ومن غير شهادة. طبعا النجاح له شروط طبعا، يعني ما تقوليش هسيب الجامعة وهنجح، لا، انت لازم تواظب على العلم، على الدراسة، على دراسة المهارة اللي انت عاوزها كده يعني. تمام. الحاجة التانية بقى اللي عاوزة اضيفها، لو في فرصة انك تدخل جامعة ادخل واعمل علاقات وصاحب ناس جديدة عندها نفس الحلم ونفس الهدف وهكذا يعني. انت لما تدخل جامعة اصلا العلاقات بتاعتك هتزيد، خبرتك هتزيد، لان انت بتتعامل مع بشر في الجامعة. تمام. عقول مختلفة بآراء مختلفة، فبالتالي هتزود معلوماتك وهتزود خبراتك وهتزود العلاقات يعني. فبالتالي لو في قدامك متاح ان انت تدخل جامعة، ادخل وتوكل على الله سبحانه وتعالى يعني. اكيد في ناس كتير دلوقتي بتسمعني بتقول لا عارفين ندخل الجامعة، انت بتقولي ايوه عادي، لان في ناس في قدامهم يدخلوا بجامعة عادي يعني، بس هما ما بيدخلوش ليه؟ لان عندهم عملهم الخارجي. فبالتالي لو انت ناجح في عملك اوكي، والكلية ممكن تأثر مثلا على شغلك شوية، ممكن تكنسل على الكلية عادي. بس ما انصحكش برضو يعني، حاول توازن بين الاتنين يعني. تمام. اعتقد ان انا حليت الامر كده. يبقى رقم واحد، هما بيقولوا لك مش شرط التعليم عشان ما تحبطش، وعشان برضو تركز في الحاجة اللي انت عاوز تتعلمها وتتعلمها عن طريق الذكاء الاصطناعي يعني. فتبحث عن المعلومة وتقعد على المكتب وتقعد تذاكر وتطبق العلم اللي انت ذاكرته، فبالتالي تنجح في المهارة اللي انت عاوزها او الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها. الحاجة التانية، لو في قدامك متاح جامعة ادخل جامعة، اعمل علاقات، وازن بين الجامعة والحاجة اللي انت بتتعلمها خارجيا وخلاص. نصيحة أخيرة بقى من عقاب ليكوا يا جماعة، الحياة كلها علم وما بتقفش عند الجامعة إطلاقا. فحاول تثقف نفسك، حتى لو انت في جامعة ثقف نفسك في حاجات تانية كتير قوي. على الأقل العلم بالشيء ولا الجهل به. تعلم في حاجات كتير واقرا في مجالات كتير، ثقف نفسك وطور نفسك وخليك عارف باكو العصير اما يبقى مليان بيبقى له قيمة أعلى. فبالتالي حتى قيمتك مع نفسك وانت بتكلم نفسك عن علم بعلم احسن من واحد بيكلم نفسه بجهل بيشتمها وبيقول لنفسه حاجة وحشة انا فاشل. لا، لما تتعلم وتكلم نفسك بعلم ده هيأثر جدا عليك، بغض النظر عن كلامك بقى مع العالم. لما انت تكون مثقف هتكلم العالم بطريقة خلاف واحد مش مثقف او مش عارف او مش دارس في اي حاجة هو في الحياة عامة يعني. فبالتالي الحياة كلها علم، تعلموا وثقفوا نفسكم في كل حاجة يعني. حرفيا العلم دلوقتي في كل مكان، تقدر تفتح النت تبحث عن اي معلومة، فبالتالي ما تحرمش نفسك ان انت تبحث وتتعلم حاجة جديدة كل يوم. وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم تشاهدون هذا الفيديو. انا منى عقاب، والسلام عليكم.